السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. وصفة اليوم قرطفة أو تريدة أو نواصر مرقة حمراء على الطريقة التونسية بالأيادي الجزائرية. تجي مبدلة على المقرطفة البيضاء، تجي بنينة وحارة ومزربعة كل كعبة وحدها. بأسهل طريقة نبدأ وصفتنا على بركة الله. في البرمة تاعنا نحطو كمية من الزيت، نقليو 2 قرون تاع فلفل. كي يتقلاو مليح نحيوهم ونحطو الدجاج تاعنا يتقلى على حسب أفراد العائلة. وانا كنت رحيت بصلة و3 سنات تاع توم في الاشوار. نزيدو نحطو ملح، فلفل كحل، بابريكا، حار وحلو، كركم وتبلو كروية ووريقة تاع رند. ونحطو كمية من الحمص مرنخ، ونحطو 2 مغارف طماطم كونسيرف وشوية هريسة. نخليهم يتقلاو مليح. بعد ما تتقلى البرمة تاعنا مليح نمرقو بالماء سخون قيس ما يطيب الدجاج والحمص. ونجيبو المقرطفة تاعنا نحطو لها كمية ملاحة من الزيت باش تجينا كل كعبة وحدها، ونخلطوها مليح بيدينا. نحاولوا نوصلوا الزيت للكعبات الكل وبشوية باش ما تتكسرش الكعبة. ونحطوها في الكسكاس ونحطوها تفور. كي تفور التفويره الاولى نحيوها ونحطوا لها مغرف صغيره تاع ملح وشويه من المرقه، ما تكتروش باش ما تتعجنش. ونغطيو عليها ونخليوها تشرب. كي يجيو حنطلعوا عليها نلقاوها شربت هذيك المرقه. نحركوها غير بشويه حتى تولي كولار واحده. كي تبرد نرجعوها تفور للمره الثانيه. كي تكمل التفويره الثانيه نحطوا لها طرف زبده ونجمروها، نحطوها فوق النار، نحطوا لها المرقه بشويه ونخلطوا حتى نحسوها بدات تطرى. نغطيو عليها ونخليوها تشرب المرقه تاعها ونطفيو النار ونقدموها. كي نصبوها في صحن نزيدو لها شويه مرقه من الفوق ونحطوا قرون تاع فلفل وحمص ودجاج. تجي بنينه خلاه وحاره بيان سير للناس اللي تحب الحرور. وهذه هي كانت الوصفه اليوم. كان عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، اشتركوا في قناتي، كتبوا لي رايكم في لي كومنتير. بالصحه والهنا، سلام.